وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين صلاح شعيب. صلاح، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. بداية، كيف ترون موقف الجيش السوداني من المظاهرات؟ نحن نعتقد أن الثورة التي بدأت في ديسمبر الآن تجني ثمارها، والرهان على الشرفاء الموجودين داخل القوات المسلحة للانحياز إلى جماهير الشعب السوداني من أجل استرداد الديمقراطية وإنهاء نظام البشير. والأيام القادمة ستثبت أن هؤلاء الذين هم جزء من الشعب السوداني، أبناء القوات المسلحة وبنات القوات المسلحة، حتما سينحازون إلى هذه الثورة. وهذا هو الرهان الذي نحن في تجمع المهنيين نعقد الآمال عليهم وعلى الذين هم قادرون على أن يستجيبوا لهذه الثورة التي تحقق الحرية والسلام والديمقراطية والعدالة. طيب، كيف يوفق برأيك الجيش بين دعمه لمطالب المحتجين وبين ما يقول بأنه لن يسمح بالانفلات الأمني في البلاد؟ الواقع أن النظام ظل طوال 30 عاما يراهن على أن هنالك فوضى ستكون في حال غيابه، ولكن مسألة الانحياز إلى الشارع وإلى الثورة مسألة أصبحت حتمية. ونعتقد أن الجيش هو جزء من الشعب السوداني وحريص على أن لا تكون هنالك انفلاتات أمنية. واستنادا على تجربة ثورة أكتوبر في 1964 وكذلك ثورة أبريل في 1985 لم يكن هنالك أي قدر من الانفلات ما دام أن الجيش قادر على حماية الوطن وقادر على تلبية أماني وتطلعات الشعب السوداني. لا أعتقد أن هنالك إمكانية لأي انفلات أمني. الثورة السلمية في الأساس، وأن الجيش السوداني يعي تماما أن هنالك دورا مهما أن يلعبه، وبالتالي هذا يقطع الطريق أمام الذين يريدون أن يكون هنالك انفلاتا أمنيا. طيب، هل هناك تنسيق مع أقطاب المعارضة في الداخل بالنسبة لسبل الخروج من هذه الأزمة؟ مؤكد أن قوى إعلان الحرية والتغيير التي تتكون من الإجماع الوطني وكذلك نداء السودان وتجمع الحركة الاتحادية ومن خلفهم الشعب السوداني راهنوا على أن يقفوا صفا واحدا من أجل إنهاء نظام البشير واسترداد الديمقراطية على مستوى المعارضة السودانية. كل المعارضة السودانية بكافة أطيافها وبكافة ألوانها السياسية والأيديولوجية متحدة في سبيل الوصول إلى وضع جديد. هذا الوضع يضمن إمكانية أن تكون هنالك إرادة سودانية تحقق المتطلبات الأساسية التي يدعو إليها المتظاهرون. ولذلك نحن نرى أن الذي يحدث الآن في الشارع هو حركة الشعب السوداني بكل أطيافه ما عدا الذين هم ينضمون إلى النظام. ولذلك نرى أن كل الأحزاب التقليدية تاريخيا وكل القوى السياسية وكل الأجيال كل الشباب كل منظمات المجتمع المدني الآن هم في الشارع. الإرادة الآن للشارع السوداني والإرادة الآن لكل الجموع التي تتظاهر في الشارع. كما أن من المهم الإشارة إلى أن عددا من مدن وقرى السودان تحركت في إطار الدعم الرمزي للثورة التي تحدث في الخرطوم. بشكل عام أن هذه الثورة هي ثورة الشعب السوداني بكافة أطيافه السياسية والفكرية والثقافية والصوفية. كذلك رأينا اليوم أن عددا من الطرق الصوفيا تقدمت المظاهرة بنوباتها وبشعاراتها. هذه ثورة تضم كل أطياف السودان عرقيا وثقافيا وأيديولوجيا. نكتفي بهذا القدر من واشنطن. المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين صلاح شعيب، شكرا جزيلا لك.